ايه رأيك في المهلبية الحلوة دي؟ يلا بينا نعمل. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم حب نفسك واهتم بيها. الجو حر جدا جدا، وعايزين بقى نعمل حاجه كده تطري وترطب على قلبنا شويه. هنعمل دلوقتي بقى مهلبيه. انا كده عندي نص كيلو لبن. نص كيلو لبن هنحط له 3 معالق نشا ممسوحين كده. 1 2 3. هنحط له برضو 3 معالق من السكر. 1 2 3 حسب بقى الرغبة، يعني السكر براحتك، يعني عايزاه سكره خفيف، سكره تقيل، سكره مظبوط. احنا كده ده السكر المظبوط. سهلة جدا وبسيطة ومش محتاجة اي افتكاسة، يعني عشان خاطر نرطب على نفسنا شوية وحاجة كده. يعني الولاد بيحبوا في الصيف اي حاجة مسكرة، من بحب ما يبقاش ليه نفسي للاكل كتير. هنبدأ نقلب زي ما انت شايفة كده على البارد الاول. الجو حر فمش مستحمل بقى، عايزين اي حاجة باردة. حط رشة فانيليا صغيرة صغيرة خالص. الفانيليا بتمرر يا ولاد، يعني بلاش نحط منها كتير، رشة بسيطة خالص. نبدأ بقى ناخدها على النار. برضو نقلب كده علشان خاطر النشا ما يتكتلش معانا. اول ما نوصل للسمك اللي احنا عايزينه هوريكي. شايفين كده بدأت السمك بتاعها يتخن شوية اهي. برضو بنستمر في التقليب. هي بتغلي كده وبتبقبق هنقفل على طول. خلاص كده هنبدأ نطفي عليها. كده بقى هنبدأ نصبه. بسم الله. هنسيبه طبعا يبرد وبعد كده ندخله جوه في التلاجة. وادي كده المهلبية التحفة بعد ما طلعناها من التلاجة. احنا عملنا واحدة رشينا عليها مكسرات والتانية سادة للي بيحب السادة. في عندي بيحب ده وفي عندي بيحب ده. حاجة كده تحفة وجميلة. بصي كده حاجة كده جميلة وباردة ترطب علينا في الصيف دوت. بصوا حاجة كده تحفة ما شاء الله. اعمليها كده ورطبي على قلبك انتي وولادك وبالهنا والشفا. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.